تعالي لما اقولك ازاي هنعمل البطاطا من غير فرن ولا كيس حراري ولا ورق، وهتبقى جميلة وبسيطة وسهلة جدا، وفي 5 دقايق تكوني مخلصاها. وكمان كده هتدوب في البق وتبقى مكرملة معاكي زي ما انت كده شايفاها. تابعي بقى معايا الفيديو. لو اول مرة بتشوفيني انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نبتدي. اول حاجة معانا هنا البطاطا، طبعا بتبقى كبيرة. خليها يعني كده اهوت المقاس ده كده زي ما انتوا شايفينها الحجم ده. وبعد كده بتغسليها طبعا كويس جدا وبتشيلي الحروف من الناحيتين. وهبتدي بقى ان انا كده ايه هقطعها حلقات. والحلقات تقطعيها تبقى معاكي سميكة زي ما انتوا كده شايفينها. بصوا هو كده السمك ده. هخلصها بقى كده بنفس الطريقة، وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا خلاص كده انا خلصتها كلها. في طاسة بقى على النار كده، او في صينية هنضيف زبدة او تضيفي سمنة بلدي، هتديكي طعم جميل قوي، والزبدة برضو هتديكي طعم حلو. وهتسيبيها بقى تسخن، وبعد كده هضيف حلقات كده البطاطا زي ما انتوا شايفينها تاخد لون من تحت. وهبتدي ان انا هعملها كده الناحية التانية، اقلبها الناحية التانية تاخد لون تاني. وبعد بقى ما تاخد لون تاني هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا هنا كده اخدت لون تاني كده زي ما انتوا شايفينها، اخدت لون من الناحيتين. هنا انا الكاميرا بقى ما جابتش المكون اللي احنا كنا هنحطوه مع بعض اللي هيديك الكرمله التحفه دي. بس هي معلقه السكر. هتضيفي لها معلقه سكر، لو انت هتحبيها معسله قوي ومسكره قوي ضيفي معلقه كده ونص. هتاخد لون برضو معاكي من تحت كده وتتكرمل، وتقلبيها الناحيه التانية زي ما انتوا شايفينها كده. انا قلبتها الناحيه التانية بعد ما اخدت اتكرملت كده مع السكر من الناحيه الاولانيه، وبعد كده نقلتها الناحيه التانية. وبعد كده هنضيف لها كده حوالي نص كوبايه من الميه، واغطي عليها واوطي عليها النار علشان تستوي معايا. بعد بقى كده ما شربت الميه اهيت، هبتدي ان انا هقلبها كده الناحيه التانية. بصوا بقى السكر عمل كرمله فيها كده ازاي زي ما انتوا شايفينها اهي. بس هي الكاميرا للاسف ما جابتش معلقه السكر دي. هبتدي ان انا اقلبها برضو الناحيه التانية كده، انا قلبتها وهضيف نص كوبايه ميه تانية زي ما انتوا شايفين. وبرضو تبقى النار واطيه، وهغطي عليها وهغطيها كده اهوت بالغطا. بعد كده خلاص شربت بقى معانا الميه واتكرملت معانا زي ما انتوا شايفينها واستوت. ولو ما استوتش معاكي ضيفي لها برضو حبه ميه حبه بحبه لحد ما انت ايه تستوي معاكي. كده استوت معايا وبقت تمام. هنبتدي بقى ان احنا هنضيفها كده في الطبق نحطها، وهتشوفي بقى جمالها. وبصوا هي متكرمله وجميله جدا في منتهى الجمال. بصوا بقى جمال البطاطا عامله ازاي. هحطها بقى في الطبق كده معاكم اهي. بصي والواحده كده بوحدتها، حابه ان انتي هتسويها اكتر ما انا سويتها كده، ممكن برضو ان انتي ايه تسويها اكتر، كل واحد حسب ما ايه ما بيحب. بس بصوا ما اخدتش معاكي وقت ولا اي حاجه، ولا خلصتي الانبوبه بقى عليها ولا الغاز ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال. وهنقطعها دلوقتي كمان مع بعض اهي. هناخد كده واحده. بصوا اللون بتاعها في منتهى الجمال، وبصوا الكرمله بتاعتها السكر من فوق كده عامل ايه فيها. حابه تسويها زي ما قلت لك اكتر ما انا مسويتها، هتضيفي لها برده ميه لحد التسويه اللي انت حباها. وده كان فيديو النهارده بقى بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. مع